في ليلة 26 مايو 2018 حصل زلزالين في مدينة مدريد. أول زلزال هو فوز ريال مدريد بالبطولة الثالثة على التوالي كبطل لدوري الأبطال بعد الفوز على ليفربول 3-1. ثاني زلزال بقى هو إعلان كريستيانو رونالدو انتهاء مشواره مع ريال مدريد. حاجة تجنن، راجل لسه فاز بدوري الأبطال ينهي مشواره مع الفريق. ليه يا جدع؟ الخبر هز العالم كله مجرد ما كريستيانو قال في تصريحات تلفزيونية بعد المباراة. ومن اللحظة دي بدأ عداوة كبيرة جدا ما بين كريستيانو رونالدو وسيرخيو راموس قائد ريال مدريد. العداوه ديت كانت في العلن وفي الخفاء. كان في اسرار كتيره قوي في قصه رحيل رونالدو تخص سيرخيو راموس، وكان ده السبب اللي خلى رونالدو يقول على راموس خاين. وفي نفس الوقت كان راموس عنده وجهه نظر في رحيل رونالدو، شايف رونالدو خاين لريال مدريد فيه. تعرف ان بعد ماتش ريال مدريد وليفربول في النهائي حصلت مشاده قويه جدا ما بين راموس وكريستيانو رونالدو في غرفه خلع الملابس. هنقول تفاصيلها لاول مره بالمصادر النهارده. يا نهار اسود، خناقه مع رونالدو، احنا مش هنخلص من دراويش. بالمناسبه انا اول دراويش. يلا يا معلم، شد كوبايه القهوه اللي بتشربها دايما وبتتفرج عليا واطلع عشان ندردش في اسرار خفيه جدا وتفاصيل رحيل كريستيانو رونالدو عن ريال مدريد، لان الموضوع ده فيه كميه اسرار وتفاصيل وخفايا اسمعها لاول مره في الحلقه دي. انزل اعمل لايك للفيديو، اكتب في الكومنتات هل كريستيانو رونالدو تأثر برحيله عن ريال مدريد، ورحيله عن ريال مدريد كانت نهاية أسطورة كريستيانو رونالدو؟ وما تنساش تعمل سبسكرايب للقناة وتفعل الجرس عشان في محتوى ناري جدا جدا الفترة الجاية. محتوى مش هتعمل سبسكرايب هيفوتك، وتعمل فولو على الفيسبوك واطلع بقى نتكلم. يا مساء الفل على الرجالة. موضوعنا النهارده القصة كاملة لرحيل كريستيانو رونالدو عن ريال والعداء اللي بينه وبينه سيرخيو راموس. نوفمبر 2016 تم تجديد عقد كريستيانو رونالدو مع ريال مدريد لمدة 5 مواسم عشان ينتهي في صيف 2021 براتب سنوي صافي 23 مليون يورو. يعني كريستيانو كان ساعتها اعلى راتب في الليجا كلها وفي الدوري الاسباني، وممكن يكون اعلى راتب في العالم. انا عايز اقول لك ان ميسي في اللحظه دي كان الراتب بتاعه 21.2 مليون يورو. يعني رونالدو اعلى من ميسي. رونالدو مجدد ومرتاح والدنيا رايقه ومفيش اي مشاكل، وهو رقم واحد وفي الراتب اعلى من ميسي والدنيا جميله. انا عايز اقول لك ان موسم 2016 اللي جدد فيه رونالدو ده كان رونالدو اون فاير، كان هداف دوري الابطال ومحقق دوري الابطال مع ريال مدريد ومسجل 16 جون، رقم تاريخي ما عملوش غير كريستيانو رونالدو في اللحظه دي. وفي دوري الابطال والليجا كان لاعب 48 مباراه كان مساهم فيهم في 66 هدف، رقم اسطوري. البطولتين بس كان مسجل 51 جون. انا عايزك تتخيل الارقام. في الموسم ده خد احسن لاعب في اوروبا، وفي الموسم ده خد اليورو مع البرتغال. فلذلك رونالدو في اخر موسم 2016 وهو بيجدد كان اعلى راتب، فده كان الطبيعي. الموسم اون فاير لرونالدو. دخل على رونالدو موسم 2017 اللي هو بعتبره احد اهم مواسم رونالدو مع ريال مدريد. الراجل حقق الليجا بعد ما كانت غايبه عن ريال مدريد 5 سنوات، حقق دوري الابطال مع ريال مدريد وكان هداف البطوله ب 12 هدف، سجل هاتريك في نهائي كاس العالم وخد البالون دور في السنه دي. الدنيا رايقه يا باشا مع ابو جونيور والمزاج عالي العالي ومفيش حاجه تعكره. نوفمبر 2017 اتعكر بال كريستيانو رونالدو مع الريال. ليه تعكر بال كريستيانو رونالدو؟ لان ليونيل ميسي جدد مع برشلونه بعقد مدته 4 سنوات بقيمه كام؟ 50 مليون يورو في الموسم الواحد، يعني ضعف الرقم اللي بياخده كريستيانو رونالدو مع ريال مدريد. ده بالاضافه لمكافاه توقيع لميسي قيمتها 100 مليون يورو. ومن هنا انتهى شهر العسل ما بين كريستيانو رونالدو وفلورنتينو بيريز. رونالدو بدا من اللحظه دي ان هو يطالب ان عقده يتعدل مع ريال مدريد، كان شايف ان هو قيمته كبيره مع الفريق وتاريخه كبير، فما ينفعش وعيب في حق كريستيانو رونالدو ان يكون ميسي بياخد ضعفه. وفي نفس الوقت الفتره دي كريستيانو كان عمال يروج ان انا رقم واحد، انا احسن لاعب في التاريخ، انا افضل من ميسي، رونالدو احسن لاعب في العالم. الراجل ازاي بيروج لفكره زي كده وميسي بياخد قده مره ونص؟ فخلينا نقول من نوفمبر 2017 لحد شهر يناير 2018 رونالدو قاعد في المكتب عند بريز، انا عايز اعدل عقدي وبريز يقول له لا، انا عايز اعدل عقدي وبريز يقول له لا، يا عم عدل لي عادي، بريز يقول له لا ما اعرفكش. طبعا انتوا عارفين بريز لو جيت على فلوس كانك جيت على شرف. بريز كان عنده وجهه نظر في الجزئيه دي، ان انت رونالدو عندك 33 سنه، انا مش هقدر اديك 50 مليون يورو في الموسم، لان انا عندي اوضه فيها نجوم فيها اسماء، صعب جدا اديك الرقم ده حتى لو انت رونالدو اهم لاعب في تاريخ النادي. في ديسمبر 2017 في مقابله لفلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد مع اذاعه كادينا الاسبانيه قال تصريح مهم جدا وهيكون تحويل مسار تفكير رونالدو مستقبله مع ريال مدريد. الراجل قال في الاذاعه ان وجود نيمار في ريال مدريد هيسهل عليه ان هو يفوز بالكره الذهبيه. ريال مدريد هو النادي اللي بيوفر للاعب الكبير كل اللي بيحتاجه، وان الكل عارف ان انا عايز اتعاقد معاه يجي ريال مدريد. روح يا عم حنا
حنفي بقى فهمنا ده يزعل رونالدو في ايه؟ الراجل عايز نيمار، ده يزعل رونالدو في ايه؟ يا صاحبي رونالدو هو النجم الاول لريال مدريد، هو اعلى راتب، هو اعلى قيمه اعلانيه، هو اعلى كل حاجه في كل حاجه. فانت لما تروح تجيب له نيمار او تلمح انك هتجيب له نيمار، فده معناه انت بتضرب مسمار وجود رونالدو في الفريق. من الاخر وجود نيمار هيقلل من هيمنه رونالدو كنجم اول داخل ريال مدريد، وبالتالي ده هيقلل في دوره في الاعلانات وعقود الرعايه وغيره. من الاخر ده تصريح سماوي من بيريز بيدير رونالدو عشان يشوف رد فعل رونالدو. حتى صحيفه اس الاسبانيه قالت بعد تصريحات بيريز رونالدو بيشعر بالاهانه والاحباط من تصريحات بيريز، هو شايف ان في تجاهل بتحسين عقده، بالاضافه ان مغازله بيريز لنيمار ضايقت رونالدو. انت مش عايز تحسن عقد رونالدو وفي نفس الوقت رايح تجيب له نيمار. في يناير 2018 صحي رونالدو من النوم بقى زعلان متضايق، سحب التليفون بتاعه، رن على وكيله خورخي مينديز، قال له يا خورخي انا عايز اسيب ريال مدريد وعايز اروح يوفنتوس، انا قررت ان ده قرار نهائي، انا همشي من ريال مدريد. طبقا لموقع سي الاسباني نقل تصريحات لوكيل كريستيانو رونالدو بيعترف فيها ان رونالدو واخد قرار الرحيل عن ريال مدريد من يناير 2018، وقال ان رونالدو وصل للفكره دي بعد ما وصل لطريق مسدود مع بريز. وفي الفتره دي بقى يا صاحبي مين كان حلقه الوصل ما بين اللعيبه وبريز؟ واحد، سيرخيو راموس. 5 يوليو 2018 بعد اعلان كريستيانو رونالدو رحيله عن ريال مدريد، صحيفه دياريو غول الاسبانيه قالت ان رونالدو بيشعر بالخيانه من صديقه راموس. ليه؟ عشان راموس طعن رونالدو في ظهره وما رعاش عشره السنين. برضه ليه؟ قالت علشان راموس كان عارف مخطط بريز تجاه رونالدو ان عايزه يمشي علشان يكون في نجم جديد للمشروع، مشروع باسم ريال مدريد الجديد. وقالت ان راموس كان بيدعم وجود نيمار في هذا المشروع وكان موافق على رحيل رونالدو. يا نهار اسود، طب الكلام ده وصل لكريستيانو؟ ايوه وصل لكريستيانو، وكريستيانو كان بيشعر بالخيانه من راموس لهذا السبب. لو رجعنا بالزمن لكام شهر ورا شويه هنلاقي في 5 مارس 2018 صحيفه ديارو جول قالت ان راموس الى فيورنتينو بيريز ريال مدريد الجديد. وضحت في المقال وقالت ان راموس كونه قائد للفريق بيدعم مشروع ريال مدريد الجديد باسم ريال مدريد الجديد، وقائده يكون نيمار النجم البرازيلي اللي كان بيتروج له في الفتره دي ان هيتم التعاقد معاه من باريس سان جيرمان. خيانه للدنيا يا عم راموس، هانت عليك عشره السنين. زي ما انت عارف بقى موضوع ريال مدريد الجديد ده ما كانش على هوا مين؟ الله عليك، كريستيانو رونالدو. كريستيانو رونالدو بقى وكل اللي داير ده شغال كان عارف باللي بيحصل، حس ان راموس خانه، ان راموس طعنه في ظهره، ان راموس هان عليه العشره والصداقه السنين. اوعى تتوه مني، الكلام ده رونالدو عرفه امتى؟ في مارس 2018 قبل اعلان رحيله بشهرين. الايام دي بقى ما كانش فيه اي تواصل مع كريستيانو رونالدو وبريز تماما. حتى الصحف من ضمنها صحيفه الماركا اللي هي اكبر صحيفه في اسبانيا قالت ان العلاقه ما بين كريستيانو رونالدو وبريز في الفتره دي بارده جدا، لحد ما جه يوم 26 مايو 2018 في ملعب اولمبيكس في مدينه كييف باوكرانيا، وبعد اهم حدث في تاريخ ريال مدريد الحديث الفوز ب3 دوري ابطال متتاليين، قرر كريستيانو رونالدو ان يسيطر على كل صحف العالم بعناوينها الرئيسيه رونالدو يودع جماهير ريال مدريد. ليله توديع رونالدو لريال مدريد، خد بالك مش ليله الفوز بالثالثه على التوالي، ده ليله توديع رونالدو لريال مدريد. ده الراجل سيطر وهيمن على الصحف اهم ليله في تاريخ ريال مدريد الحديث. حتى كان عنوان صحيفه ليكيب الرئيسي يوم الماتش مفاجاه، رونالدو سيغادر ريال مدريد. اوعى تفكر ان قرار اعلان رونالدو عن رحيله في الوقت ده كان اي كلام كده ومش مدروس ومش متخطط له وهوب يلا قول. لا 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 لا، قرار رونالدو في اللحظه دي كان مدروس ومرتب ومتظبط 100%. حتى صديق رونالدو في الفتره دي الوحيد جوه فريق ريال مدريد مارسيلو حسب تصريحاته لموقع الفوتبول قال ان رونالدو قال له في اخر تدريب قبل ماتش ليفربول في الفاينل بتاع دوري الابطال ان ده اخر مباراه ليا وانا هعلن رحيلي عن ريال مدريد. ده معناه ان رونالدو كان عارف هو طالع يعمل ايه. طب يا عبقري زمانك بقى فسر لي انت وقول لي ليه رونالدو قالها النهارده، اشمعنى يوم النهائي؟ هيستفيد ايه يعني؟ صاحبي انت شكلك كده هتوه مني. اسمع، رقم 1 نهائي دوري ابطال اوروبا في اللحظه دي هو منصه كبيره جدا جدا وضخمه جدا ان رونالدو يقول منها خبر رحيله، وده هيخلي ان الخبر ينتشر اسرع مليون في الميه عما ينتشر في وقت عادي ورونالدو قاعد على الكنبه. بالاضافه ان انت وانا كجماهير ريال مدريد هنتعاطف مع رونالدو هو لسه واخد دوري الابطال اكتر ما هنتعاطف مع رونالدو قاعد على الكنبه. ثاني سبب لرونالدو يعلن في اليوم ده هو ضغطه على الاداره. رونالدو كان عارف ان هو محتاج حاجه يضغط بيها على الاداره عشان تعدل له عقده لو عندهم النيه ان هم يعدلوه. ثالث حاجه
التحكم بالسرد الاعلامي. الراجل دوت يوم فاينل دوري ابطال اوروبا كان عنوان لكل الصحف الكبيره، ده تحكم تام لرونالدو في الاعلام. قرار كان مترتب له 100%. رونالدو قال لك انا همشي وهعلن رحيلي، بس مش همشي اوانطه. طب التصريح بقى بتاع رونالدو انه هيمشي ويسيب الفريق يوم نهائي دوري الابطال جه على اعصاب مين؟ صح، راموس حبيب بيريز. راموس كان شايف ان تصريح كريستيانو رونالدو ده ما احترمش بيه الفريق ولا احترم اللحظه اللي الفريق فيها. الفريق بيحتفل بدوري الابطال وانت طالع تقول انا ماشي. صحيفه الماركا الاسبانيه قالت ان راموس شعر بالخيانه من رونالدو تجاه الفريق، قال ان هو خد قرار فردي دون الرجوع مع الاداره او التحدث بشكل واضح مع اللعيبه. راموس كان عايز رونالدو يعمل يعني قاعده ويقول للعيبه انا ماشي، وخصوصا ان راموس كان وسيط ما بين اللعيبه والاداره، فقول لنا نقعد نتكلم. هو ما يعرفش بقى ان رونالدو فاهم ان راموس لمم الدنيا مع بريز. رغم كده راموس حافظ على اعصابه كويس جدا، وقال في المؤتمر الصحفي اللي بعد المباراه اعتقد ان كريستيانو يقصد الموسم ده مش بشكل عام رحيله عن ريال مدريد. انا اتمنى ان هو يكون واضح ويدي قرار واضح للجماهير. لكن جوه اوضه اللبس بعد المباراه راموس واجه كريستيانو رونالدو بقى بشكل واضح. حسب صحيفه الماركا والاس وصحف كتير جوه اسبانيا نشرت تقرير عن اللي دار ما بين كريستيانو رونالدو وراموس بعد المباراه، ان راموس اتهم رونالدو انه خان الفريق، وان هو ما اختارش الوقت المناسب عشان يعلن فيه رحيله عن ريال مدريد، وان قراره ده هيتسبب ان الفريق هيكون اقل تماسك الموسم اللي جاي والبطولات اللي جايه. فراموس وبخ رونالدو والمشاده وصلت ما بينهم لكلاميه عنيفه جدا زي ما وصفتها صحيفه الماركا. رونالدو كان شايف ان حتى لو راموس قائد الفريق بس باعه، فما ينفعش يقول له القرار، فتعرف القرار زيك زي الجماهير. دي كانت مضايقه راموس. في نفس الوقت رونالدو كان شايف ان راموس خاين، فمن حقك ما تعرفش. ومن هنا بدأ الخلاف ما بين كريستيانو رونالدو وسيرخيو راموس. راموس شايف ان رونالدو خان الفريق واختار الوقت الغلط اللي يعلن فيه وضيع ليله تاريخيه على ريال مدريد، ورونالدو شايف ان راموس خانه وهان عليه العيش والملح من الاخر، مع العلم ان راموس حصل معاه نفس اللي حصل مع رونالدو بعد كده. رونالدو في النهايه رحل عن ريال مدريد علشان رفض فكره انه يكون رقم 2 جوه الفريق او رقم 2 جوه اسبانيا. رونالدو كان عنده فرصه يكمل عقده لحد 2021 بس بالراتب ده. فرونالدو اللي بيحب نفسه وشايف نفسه دايما رقم واحد وشايف نفسه لازم يكون رقم واحد، رفض ده. رونالدو خد قرار انه يسيب ارث كبير جدا جدا جدا، بل قد يكون اكبر ارث في تاريخ النادي لاعب كوره، علشان هو رفض فكره يكون رقم 2. ودي قرارات رونالدو طول عمره، هو دايما عايز يكون رقم 1. لو حس انه رقم 2 هيمشي ويسيبه. ومن هنا بينتهي مشوار كريستيانو رونالدو مع ريال مدريد عشان ينتقل لليوفنتوس ب 105 مليون يورو. كريستيانو رونالدو اللي انت ممكن تشوفه ريال مدريد باعه، بس في غيرك ممكن يشوف ان كريستيانو باع ريال مدريد. انت ايه رايك؟ مين اللي باع؟ وهل راموس خاين فعلا ولا لا؟ رونالدو خان ريال مدريد ولا لا؟ انا بحب ريال مدريد وبحب راموس وبحب رونالدو، انا مش عارف اعمل ايه. انزل قول لي اعمل ايه في الكومنتات، واعمل لايك واعمل سبسكرايب للقناه وشغل الجرس واعمل فولو، اسمعنا على الفيسبوك. اشوفكم في حلقه جديده، سلام.